السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم من جديد في القناة ديالي. اليوم جبت لكم واحد الوصفة اللي كيعشقوها الصغار والكبار، المعقودة المغربية بطريقة ناجحة 100%، مقرمشة من برا وطرية من الداخل وبمكونات بسيطة كاينة في كل دار. مرحبا بكم، تابعوني. غنحتاجو تقريبا نص كيلو او كيلو تاع البطاطا اللي غادي نغسلوها مزيان ونقشروها ونقطعوها الى مربعات ونديروها حتى تسلق. في هذا الاثناء غادي نوجدوا واحد الخلطه اللي غادي نعملوا فيها المعقوده. نحتاجوا 2 كيسان دقيق ابيض، ملعقه صغيره خميره العجين، ملعقه صغيره خميره الحلويات، قليل من البابريكا والقليل من الكركم والملح حسب الذوق والقليل من الفلفل الاسود. كنخلطوا النواشف ومن بعد كنبقاو نضيفوا الماء شيئا فشيئا حتى كيتشكل لنا واحد الخليط اللي كيشبه الخليط ديال الكيك. اذا كنبقاو نضيفوا الماء بشويه بشويه او شيئا فشيئا حتى كتشكل لنا واحد الخليط اللي هو خفيف تقريبا مثل خليط الكيك. في هذه الاثناء كتكون البطاطا ديالنا تسلقات، كنصفيوها وكنبداو نمعكو فيها وهي ساخنه. من بعد كنضيفوا ليها التوابل، كنضيفوا الملح حسب الذوق، القليل من المعدنوس المفروم، قليل من الثوم محكوك، فلفل اسود، الكمون، بابريكا، كركم. ثم كنخلطوا العجين جيدا ديال البطاطس. هنا حبيت نضيف واحد لاصوص اللي فيها لاصوص طوماط، قليل من المعدنوس والثوم والفلفل الاسود والملح والكركم وايضا طماطم مركزه. اذا منين كنمعكو البطاطس ديالنا مع التوابل كنشكلوا منها كويرات، كتكون عندنا عجين متماسكه ديال البطاطس وكنشكلوا منها كويرات وكنبسطوهم. كنديروا الزيت يسخن في مقلاة، غير القليل من الزيت لانها ما كتشربش لينا مع هاد لا ماريناد. اذا هذيك الكويرات ديال البطاطس يعني كنغمسوهم جيدا في هذيك الخلطه ديال العجين اللي درنا ديال الدقيق والتوابل. كنغمسوهم جيدا فيها حتى كتلبس هذيك البطاطا كلها جيدا بهذيك الخلطه، ومن بعد كنقليوهم في الزيت الساخن. ضروري كنهزوهم هكذا بالفورشيط باش يعني هذيك الاضافات كتسقطر، وكنبقاو نعملوهم هكذا في الزيت الساخن وكنقليوهم حتى كيتحمروا من الجانبين. راه كتجي رائعة جدا. هانتوما كتشوفوا اللون ديالها كيفاش كيجي، كتجي محمرة مزيان وكتجي مقرمشة من برا وطرية من الداخل. انا حطيت معاه هنا لاصوص طوماط وحطيت معاها المايونيز. ممكن انكم تاكلوا هاد البطاطس او المعقوده تضيفوها مع الاسماك، تضيفوها ديروها للغداء العشاء. ممكن انكم تعملوا منها سندويتشات للخرجات او التحضيرات المدرسيه. اذا شوفوا كيفاش كتجي معمره مزيان بالمعدنوس وبالثوم وبالتوابل. وممكن انكم تضيفوا الفرماج الى حبيتوا من الداخل. انا هنا ما ضفتش الفرماج، وشوفوا كي كتجي، كتجي مقرمشه من برا وطريه من الداخل، كتجي روعه روعه واللون ديالها خطير جدا. انا هنا صايبت منهم سندويتشات. كتاخذوا يعني الخبز ديال الساندويتش كدهنوه هكذا بلاصوص طوماط او المايونيز اللي حبيتو، وكتعملوا المعقوده المغربيه في وسط هاد يعني الخبز. تقدروا تشكلوا منهم يعني سندويتشات باي خبز حبيتو، يعني لي باغيت او خبز هكذا عادي. وكت ديروا لاصوص طوماط او المايونيز اللي حبيتو، ممكن تاكلوها هكذاك. تصيفطوها مع وليداتكم للمدرسه في اللانش بوكس ديالهم، او انكم ديروهم الخرجات. انا ضفت هنا البصله شلطتها، ممكن ديروا يعني الهريسه، الحار اللي حبيتو. اذا كنتمنى ان هذه الوصفه تنال الاعجاب ديالكم. شكرا على تتبعكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، تخليوا لي التعليق ديالكم وتشاركوا معايا. نتمنى تجربوها وتشاركوا معايا رايكم دائما في التعليقات. الى اللقاء في حلقه اخرى ان شاء الله، ووصفه اخرى ان شاء الله. مع السلامه.